واحة الشعر. واحة شعرية يومية ينظمها ويلقيها على مسامعكم الشاعر حسن الدعيس. مع تحيات خالد ناجي الفقيه. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن محافظة إب، فأهلا وسهلا بالجميع. محافظة إب، ويطلق كذلك عليها اللواء الأخضر، وهي محافظة من أهم المحافظات اليمنية، إذ تمتاز بموقع جغرافي متميز متوسطة محافظات الجمهورية اليمنية، بل تعد القلب النابض للجمهورية. أما طبيعتها الجغرافية فيغلب عليها الطابع الجبلي الوعر، ولقد أكسبها موقعها هذا وطابعها الجغرافي مناخا لا مثيل له. يقول الشاعر: عبق الزهر وعرف الورد فاحا، ونسيم هب بالفل وعطرنا انشراحا، واخضرار يكسي الأرض جمالا، بربيع عذبه الماء وشدوا لا نواحا، يرقص الطير ابتهاجا وعلى كل غصن شاديا حسن الصباحا. يا لهذا الحسن في أكمامه، روعة الكاذي ووردا وأقاحا، ومروجا عانقت كل الروابي، وهزارا شاديا سيد الملاحا، وخرير الماء كم يجري فراتا، يروي العطشان والمزن النجاحا، منها جاء الغيث والغيث به، يحضن الأرض حنانا وارتياحا. هذه إب تراها لبست حلة خضراء أحكيها امتداحا، هي كالسحر إذا ما أنت في كل واد ولها القلب استراحا. شرقها بعدان يحكي غربها، وادي الدور غدوا ورواحا، وعلى أكنافها الغادي شمالا، وادي الجنات اسما واتشاحا. وأرى وادي بنا في بهجة، درعه الخضرة والقمح الرماحا. يا نسيم الصبح كم أنت دواء، لعليل بلسم يشفي الجراحا. من شذا نيسان نشتم به، ورده الممزوج كم بالعطر فاحا. واحة الشعر. واحة شعرية يومية ينظمها ويلقيها على مسامعكم الشاعر حسن الدعيس. مع تحيات خالد ناجي الفقيه.